السلام عليكم ورحمة الله. هنقرأ بإذن الله تعالى للإمام الكسائي سابع الأئمة العشرة من طريق الشاطبية. الإمام الكسائي من الكوفيون هم عاصم وحمزة والكسائي. الإمام الكسائي روى عنه الإمامان أبو الحارث الراوي الأول والإمام الدوري وهو الراوي الثاني. نبص كده في الفاتحة، مفيش اختلافات كتيرة بينه وبين الإمام عاصم، بالظبط زي الإمام عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإمام الكسائي بيثبت الألف في مالك يوم الدين. احنا عندنا 4 من القراء العشرة بيثبتوا الألف، وهم الإمام الكسائي وعاصم ومالك يوم الدين راويه ناصر والإمام يعقوب وخلف العاشر ومالكي حزفز. تمام. بينما باقي القراء العشرة يقرؤون بحذف الألف ملكي يوم الدين. الإمام الكسائي يبسمل بين السور وبسمل بين السورتين بسنة، فرمز الإمام الكسائي هو الإيه؟ هو الراء. مين بيبسمل بسنة؟ الإمام قالون. رجال الإمام الكسائي نموها الإمام عاصم، دريا الإمام ابن كثير. دول بيبسملوا إيه؟ بيبسملوا بين السور. بالنسبة للمنفصل الإمام الكسائي بيوسط المنفصل. احنا عرفنا ان مذاهب القراء في المد المنفصل ان قرأ ابن كثير والسوسي وابو جعفر ويعقوب 3 ألف معنا اهو بالقصر قولا واحدا. قرأ قالون ودوري ابي عمرو بالقصر والتوسط. قرأ حمزة وورش بالاشباع. وباقي القراء لهم التوسط، وهم ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر. ومعانا وجه القالون وجه الايه؟ وجه الدوري ابي عمرو. بالنسبة للمتصل هيوسط المتصل، بالنسبة للبدل هيقصر البدل، بالنسبة للعارض 2 4 6. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا كلمة هدى فيها إمالة للإمام الكسائي، ولكن في هنا مش هنعمل إمالة للإمام الكسائي. ليه؟ لأن الألف اللي هي محل الإمالة سقطت وصلا للتخلص من التقاء الإيه؟ للتخلص من التقاء الساكنين. فلأجل التخلص من التقاء الساكنين سقطت الألف وصلا. هدى للمتقين. لكن لو أنا هجف على كلمة هدى هعمل فيها إمالة. هدى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وانا هجف على كلمة وبالآخرة للإمام الكسائي هجراها ازاي او هجف عليها ازاي؟ وبالآخرة. ودي حاجة مميزة جدا لقراءة الإمام الكسائي اللي بتميز القراءة بتاعته، وهي ان هو بيميل هاء التأنيث عند الوقف. وفي مذهبين بيفصلوا الإمالة للإمام الكسائي. المذهب الأول اللي هو مذهب التفصيل وهو الأرجح، بيقول المذهب ده بيقول انه الامام الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها، يعني الحرف اللي قبلها. يعني في الحالة دي انا هميل الهاء بتاعت كلمة الآخرة وهميل الايه؟ وهميل الراء اللي قبلها. تمام. المذهب ده بيقول اولا انه بيميل الكسائي هاء التأنيث وما قبلها، يعني الحرف اللي قبلها، وقفا فيما عدا. رقم 1 اذا وقع قبلها حرف من حروف جملة حق ضغاط عاص خضر. رقم 2 اذا وقع قبلها حرف من حروف اكهر وكان قبليه فتحة وايه او ضم. ثانيا بيميل الكسائي هاء التأنيث إذا وقع قبلها ياء ساكنة أو إيه؟ أو كسر. أي حرف بقى من حروف الهجاء غير ال10 حروف اللي هما في حق ضغاط وعاص خضا وأكهر اللي قبلها إيه؟ اللي قبلها مفتوح أو مضموم، الإمام الكسائي يميلها قولا واحدا. طيب ده المذهب الإيه؟ التفصيلي. في بقى مذهب تاني، المذهب الثاني بيقول إيه؟ بيقول إن الإمام الكسائي يميل هاء التأنيث وما قبلها وقفا
فيما عدا إذا وقع قبلها ألف. يعني زي كلمة الصلاة، مش كاه. سبحان الله، هو صعب جدا ان انت تعمل إمالة في هاء التأنيث لما تيجي تقف عليه، ما تقدرش تعمل إمالة في الهاء لما تقف عليها، زي كلمة الصلاة اللي إذا سبقت بالإيه؟ إذا سبقت بالألف. طيب تعالوا نجمع المذهبين مع بعض. بجمع المذهبين هنلاقي إنه إذا وقع قبل الهاء ألف ليس فيها إمالة على المذهبين. يبقى لو جاء قبل هاء الإيه؟ قبل هاء التأنيث دي ألف، يبقى ليس فيها إمالة على المذهبين. كلمة الصلاة ليس فيها إمالة على المذهبين. كلمة مشكاة ليس فيها إمالة على المذهبين. ثانيا، إذا وقع قبل الهاء حرف من حروف حق ضغاط وعص خضى، أو حرف من حروف أكهر وقبلها فتح أو ضم، يبقى أنا ليا وجهين في الحالة دي. ليا فتح، وهنقدم الفتح ليه؟ لأنه الفتح ده طبقا للمذهب المذهب التفصيلي، وده الأرجح، والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد كده مذهب مذهب المذهب الثاني هنميل. يبقى إذا سبقت هاء التأنيث بحرف من حروف حق ضغاط وعص خضى أو أكهر وقبلها مفتوح أو مضموم، هيبقى ليا وجهين في هاء التأنيث عند الوقف. هيكون ليا فتح وإمالة، فتح على المذهب الأول وإمالة على المذهب الثاني. وهنقدم الفتح، وأنا هقرأ بتقديم الفتح لأنه هكذا قرأت على من علمني، وهكذا قرأوا هم على مشايخهم. وبعد كده مذهب الإمالة، والفتح هو الأساس، يعني الفتح هو الأصل. ثالثا، إذا وقع قبل الهاء حرف من حروف أكهر، تمام، وقبلها ياء ساكنة أو كسر، أو أي حرف من حروف الهجاء الباقية اللي هم 17 حرف من حروف الهجاء، هنشيل ال10 بتوع حق ضغاط وعاص خضى، وهنشيل حروف أكهر. هيتبقى لنا كام؟ هيتبقى لنا 17 حرف. هم دول لو وقعوا قبل الهاء فيهم إمالة قولا واحدا على المذهبين. تمام؟ يبقى كلمة الآخرة، تعالوا كده نشوف نطبق الكلام اللي احنا قلناه. الآخرة الهاء دي قبلها ايه؟ قبلها راء. طب تمام، الراء دي من حروف أكهر؟ من حروف أكهر. قبلها ايه؟ قبلها كسر، يبقى فيها إمالة قولا واحدا على المذهبين للإمام الكسائي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طبعا هنا عندي همزات تقاطع متتاليتين في كلمة واحدة، الثانية مفتوحة. الإمام الكسائي هيعمل إيه في الحالة دي؟ الكسائي هيحقق الهمزات. زي إيه؟ زي مين من القراء؟ إحنا عندنا اللي بيحقق الهمزات هم ابن زكوان والكوفيون وروح وخلف وخلف العاشر. دول بيحججوا بيحججوا الهمزات. إي أو. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا كلمة أبصارهم فيها إمالة للإمام الدوري. احنا هنبدأ بمين؟ احنا بدأنا بمين؟ بالإمام أبو الحارث لا يميل. أما الإمام الدوري حفص الدوري بيميل. كلمة أبصارهم ليه؟ لأنه بيميل الألفات الواقعة قبل الراء متطرف مكسور، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبل. التاء لمين؟ لرمز الدوري عن كسائي. تمام؟ كأبصارهم والداري ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضلا. كلمة غشاوة وقفنا فيها بالإمالة قولا واحدا للإمام الكسائي كله. ليه؟ لأن أنا عندي، تعالوا كده نبص، عندي هنا هاء التأنيث قبلها إيه؟ قبلها واو. هنسأل نفسنا سؤالين: هل الواو حرف من حروف حق ضغاط وعص خضى؟ لا. طب هل الواو من حروف أكهر اللي قبلها مفتوح أو مضموم؟ لا. إذن هي من 17 حرف الباقين، ففيها إمالة قولا واحدا. ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كلمة قيل الإمام الكسائي بيعمل فيها إشمام. بيقرأها إزاي؟ قيل بيعمل إشمام للكسرة بصوت بصوت الضمة. وإذا قيل لهم.
وقيل وغيضة، ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل، الراء لمين؟ للإمام الكسائي، واللام للإمام هشام. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. تاني، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ده الإمام أبو الحارث. نجيب الإمام الإمام الدوري. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الإمام الدوري بيعمل إيه؟ بيعمل إمالة في كلمة طغيانهم. قال الشاطبي رحمه الله: وإضجاع أنصار تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. التاء لمين؟ التاء للإمام الدوري. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. كلمة الهدى عملت فيها إمالة. ليه؟ لأن هي من ذوات الياء، يعني الألفات التي أصلها ياء أو الألفات المنقلبة عن ياء. عرفت إزاي إن هي من ذوات الياء أو الألف دي أصلها ياء؟ هعمل تثنية في الاسم، أقول هدى هديان. تمام؟ طب لو كان فعل بنسب الفعل ليا. بنسب الفعل ليا. اشترى اشتريت. كلمة الضلالة لو وقفت عليها للإمام الكسائي هعمل فيها إمالة قولا واحدا. الضلاله. أولئك الذين اشتروا الضلاله. ليه؟ تعالوا كده نشوف. عندنا هنا هاء تأنيث قبلها لام. هنسأل نفسنا سؤالين: هل اللام من حروف حق ضغاط وعصر خفض؟ لا. طب هل هي من حروف أكهر اللي قبلها فتحة أو ضم؟ لا. يبقى إذن هي من ال17 حرف الباقين فيها إمالة قولا واحدا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. كلمة آذانهم أبو الحارث لا يميلها بينما الإمام الدوري يميلها. نفس البيتين اللي احنا ذكرناهم قبل كده اللي هم ايه؟ وإضجاع أنصار تميم، اللي هي إضجاع يعني ايه؟ يعني إمالة كبرى. وإضجاع أنصار تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري ايه؟ تمثلا. والله محيط بالكافرين. كذلك كلمة الكافرين يميلها الإمام الدوري. وفي ألفات قبل طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا إلى قول الناظم رحمه الله: ومع الكافرين بيائه، يعني الكافرين والكافرين سواء كانت معرفة أو نكرة بيميلها الإمام الدوري عن الكسائي، ولكن بشرط أن يكون فيها إيه؟ أن يكون فيها ياء. يعني كلمة الكافرون ليس فيها إمالة.
والله محيط بالكافرين. والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. كلمة بسورة، تعالوا كده نشوف الهاء هنا. الهاء نظامها ايه؟ هاء التأنيث دي عند الوقف قبلها ايه؟ قبلها راء، حرف من حروف أكهر. حرف من حروف أكهر، تمام. قبله ساكن اللي هو الواو، خلاص نبص قبل الساكن ضم، تمام. يبقى فيها وجهين، فتح وإمالة. أنا قدمت وجه الإيه؟ وجه الفتح، هكذا قرأت والله تعالى أعلى وأعلم. وبعدين وجه الإيه؟ وجه الإمالة. مصحف التيسير مقدم العكس، مقدم الإمالة وبعدين الإيه؟ وبعدين الفتح، ولكنني هقرأ كما علمت. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق الله العظيم.